أهلا بيكم في الشرح ده. جاهزين لرحلة نفسية مع كتاب حرفيا صدم العالم بفلسفته العكسية؟ يلا بينا. عمركم سألتوا نفسكم هل الجري المستمر ورا السعادة الوهمية هو اللي مخلينا حاسين بالبؤس طول الوقت؟ خلونا ندخل في الموضوع على طول. كتاب فن اللامبالاة لمارك مانسون بيقلب الموازين وبيطرح رؤية مختلفة تماما. انسوا الإيجابية السامة بتاعت التنمية البشرية. مانسون هنا بيقول لنا السر كله في إننا نتقبل عيوبنا وحدودنا. أول صدمة بيديها لنا هي مبدأ لا تحاول، لأن العند في تدويرنا على السعادة بيجيب نتيجة عكسية. غريبة صح؟ بس السر إننا لما نتقبل المشاعر السلبية بصدق ده في حد ذاته أقوى تحول إيجابي. الحقيقة المرة بقى إن المشاكل والمعاناة جزء أساسي ومستحيل نهرب منه في حياتنا. مفيش حياة بدون مشاكل. السعادة الحقيقية مش إننا نهرب، لا، السعادة بتيجي لما نستمر في حل مشاكل ليها قيمة ومعنى. مانسون هنا بيهدم أسطورة إننا لازم نكون عباقرة بالفطرة عشان ننجح. إحنا مش محور الكون. اتخلوا عن الغرور وتقبلوا إننا أشخاص عاديين. ده المفتاح السحري للتطور المستمر والسلام الداخلي بجد. خلينا نغوص في فكرة أعمق، وهي القيمة الخفية العظيمة اللي مستخبية جوه المعاناة اللي كلنا بنمر بيها. الفكرة كلها في اختيارنا للألم اللي مستعدين نتحمله. ده بالظبط اللي بيدي لحياتنا اتجاهها ومعناها. تخيلوا إننا دايما في حالة اختيار مستمر. دي قوة المسؤولية الشخصية المطلقة اللي مانسون بيكلمنا عنها. يعني إحنا دايما مسؤولين عن رد فعلنا تجاه أي موقف، حتى لو ما كناش إحنا السبب فيه أصلا. التواضع الفكري وإننا نعترف إننا ممكن نغلط، دي خطوة ضرورية جدا عشان عقلنا يتطور ويتعلم. التمسك بإننا عارفين كل حاجة بيقفل علينا. التعلم الحقيقي بيحصل بس لما نتخلى عن اليقين المطلق ده. مانسون بيشوف إن الفشل مش نهاية العالم، بالعكس ده شرط أساسي وممر إجباري لأي تقدم حقيقي. استخدموا الفشل كدرجة سلم، ده بيخلق صلابة نفسية بتخلي نجاحكم بعد كده قوي ومستمر. الخلاصة، التحول من الإيجابية السامة للواقعية هو التغيير العملي اللي محتاجينه في تفكيرنا عشان نوصل للحرية النفسية. وسؤالي ليكم هنا، إيه الحقيقة المؤلمة اللي لازم نتقبلها النهاردة عشان نتخلص من التوقعات المجتمعية المرهقة؟ شاركونا في التعليقات بأهم فكرة عجبتكم في الشرح ده، وما تنسوش تشتركوا عشان تشوفوا شروحاتنا الجاية. سلام.